ازيكم؟ معاكم قدري. وحشتوني جدا، بقالي فترة طويلة ما عملتش حلقات، بس ان شاء الله نرجع نستمر زي ما كنا زمان. طيب، أولى الأخبار اللي برجع بيها النهاردة الحلقة بتاعتنا: ليفربول يعلن رسميا رفضه لانضمام محمد صلاح للمنتخب الأولمبي. طبعا كلنا عارفين إن كل منتخب أولمبي من حقه يضم 3 فوق السن لقائمة المنتخب بتاعته، ومش من حق الأندية إنها ترفضه. كان اتحاد الكرة بالفعل أرسل خطاب لنادي ليفربول بطلب انضمام محمد صلاح. الطلب ده اتقابل النهارده بالرفض من جهة ليفربول، عشان عايزين محمد صلاح يبدأ معاهم فترة الإعداد اللي هيبتديها المدير الفني الجديد اللي جه بعد يورجن كلوب، عشان هو عايز يبتدي يبني التكتيك بتاعه ويعرف اللعيبة ويتعرف على اللعيبة. آه، هل من حق النادي يعمل دوت ولا لأ؟ اللي أنا أعرفه إن هو لأ، فهنشوف خطوات وإجراءات اتحاد الكورة الفترة الجاية. هل هيقدروا يضموا محمد صلاح ولا ليفربول اللي هيفرض سيطرته؟ وهل محمد صلاح هيتدخل في القصة دي ولا لأ؟